بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وهنا. الأول في بداية الفيديو بنعزي بنتنا بنت المغرب، مريم بنت المغرب، بنت الغالية العزيزة على قلبي أنا كمان وأبو حبيبة. بصراحة يعني البنت دي قمة في الاحترام والله يا جماعة. بنعزيها في وفاة والدها. عشان كده بقالي يومين مش بفتح بثات، فبنعزي مريم بنت المغرب. البقاء لله، ربنا يسكن الجنة ونعيمها يا رب، اللهم امين. النهارده معانا فيديو روتين بقى من روتينات الفلاحين، او يوم من ايام الفلاحين اللي في الارياف. ما اعرفش في ناس في المدن بتغسل غله زينا كده ولا لا. طبعا عندنا يوم غسيل الغله. انا بروح احيانا بروح لغايه الميه عندنا نضيفه في الغيط خالص، لان الميه جايه من ترعه النبوريه نضيفة. فطبعا الدور ما كانش هنا وما كانش ابو حبيبه هيروي ولا حاجه، وانا ما كانش عندي دقيق بصراحه. وطول ما فيش دقيق في البيت وانا حاسه ان البيت فاضي. عندي هنا انا بنقع الغله في الميه، يعني انا كنت غاسله طشت وشايلاه. انا مثلا حطيت طشت ومليت عليه ميه، ومليت الطشت التاني ومليت عليه ميه وكده، يعني نقعها شويه. ابتدي اغسل في الاولاني على ما التانيين يشربوا ميه. بحب الغله تشرب ميه، بحب اسيب الغله، انقع الغله في الميه بمعنى اصح، عشان حبايه الغله تكبر. الدقيق معايا بيبقى ابيض وفيه عرق، بيبقى ما شاء الله عليه. هي الغله نضيفه اصلا، فما شاء الله عليه. عندي الشكاير بتاعه الغله او الشويله زي ما بتسموها كده في بلادكم، انا ببقى غسلاها وشايلاها مخصوص للطحين ولغسيل الغله وكده. زي ما انتم شايفين كده اهو، يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا كده خلصت غسيل بقى كله. بمسك بقى بعد ما بخلص كده، بمسك الخرطوم وارش ميه في قلب شكاير الغله كده تشرب ميه زياده كمان. وطبعا هي في الظل، مش هخليها تيجي عليها الشمس، يعني احنا نقلناها قبل الشمس ما تيجي عليها. شايفين يعني بسم الله ما شاء الله الغله تكبر كده وتبقى حبايه الغله بسم الله ما شاء الله عليها. انا بامانه بحب اغسل الغله حلو، وبحب يعني اهتم بغسلها، واحب انقعها في الميه حلو بصراحه. تاخدي كميه دقيق حلوه، ما تطلعش معاكي رده كتير، ويبقى الدقيق ابيض معاكي. انا قبل كده وريتكم فيديو درجات الدقيق، السن والابيض الاولاني والتاني النمره الاولى كده. فهو بسم الله ما شاء الله. يعني هي انا طحنت الغله، الفيديو انا طولت عليه ان انا انزله يعني عشان خاطر احتراما لشعور مريم. بس الدقيق بسم الله ما شاء الله عليه ابيض وجميل ما شاء الله عليه. طبعا هنا تاني يوم الغله، طبعا احنا دخلناها من الشمس، حطيناها جوه ايه في الظل جوه. وهنا تاني يوم الصبح حوالي الساعة 8 وشوية كده طلعنا الغلة فوق. أنا عندي الملايات ديت عاملاها مخصوص للغلة، مش بعمل بيها حاجة تانية. بغسلها كده وشايلها نضيفة. أغسل غلة أروح مطلعاها، والسطح طبعا نضيف، أروح مطلعاها منشر عليها الغلة بتاعتي. بحب الغلة تكون خفيفة عشان ما تاخدش وقت، واليوم ده كان حر وهوا. بس قعدت حوالي الساعة 1:30 2 برضو على ما نشفتها، لأني بحب برضو أنشف الغلة حلو عشان تطلع برضو كمية دقيق كويسة. ودقيق كان أبيض ما شاء الله، ما طلعتش ليش رده ياما ولا حاجة. المهم بفرد الغلة كده وبخليها خفيفة على قد ما بقدر، يعني بخف الغلة على قد ما بقدر في التنشيف، عشان ما تاخدش وقت معايا في التنشيف وتكون متنشفة. طبعا كل شوية بقلب الغلة، كل شوية بقلب الغلة. احنا الفلاحين بقى عوايدنا هنا ان احنا بنخزن، حتى لو ما عندناش مثلا مش زارعين، بنخزن رز، بنخزن ذرة، بنخزن غلة، لان احنا طبعا بنربي طيور، فلازم هنخزن ذرة. غلة على قدنا، لو مثلا على قد ما احتياجاتنا. بس احنا تعودنا، اللي علمنا التخزين وعلمنا ان احنا نخزن قمحنا والحنطة بتاعتنا سيدنا يوسف عليه السلام. يعني كلنا عارفين القصة بتاعته. فمن هنا علمنا ان احنا نخزن الغلة ايه، ونخزن ايه اكلنا. احنا اتعودنا على كده. رحت في بيت والدي كنا كده، واهل جوزي كده، فاكيد يعني انا بعمل في بيتي لازم هخزن. بشتري رز بخزنه، بشتري غلة حتى لو ما عنديش في الارض بشتري بخزنها، بشتري كده يعني.
طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا نشرتها، حتى خفيتها شويه كمان على الشكاير بتاعتها، شايفين خفيفه. يعني بسم الله ما شاء الله عليها. كل شويه بقلب فيها، انا بقيت قاعده حرصاها. يعني واحده جارتي بتقول لي سيبيها وانزلي، قلت لها الحمام بتاعي اول واحد هياكلها. قالت لي سيبيه خليه ياخد رزق، قلت لها هياكلها كلها بقى، يعني انا اغسلها للحمام؟ لا انا ما بسيبش الغله. قلت لهم لا انا ما بسيبش الغله، انا بحب اقعد جنبها بصراحه. طبعا هنا بقى ايه، الغله بتاعتي نشفت من الساعه حوالي الساعه 1:30 2 كده، لميتها وغطيتها ونزلت من الحر. طلعت كده زي ما انتوا شايفين كده العصر، وفي نسمة هوا زي ما انتوا شايفين كده، وقعدت ايه اهز في الغله بتاعتي بالغربال السلك بتاعنا. شايفين شطرة ام حبيبه يا ولاد. طبعا انا غسلاها نظيفه. مثلا عفرايه، في بيبقى في دنيبه كده ايه رفيعه فيها، يعني اي حاجه تنزل ايه خفيفه في الغربال، هي نظيفه ما شاء الله عليها. قرطاس حاجه من اللي هي القواقع ديت، لازم ايه طوبه تكون ناشفه كده. يعني طبعا احنا بنضمها بالمكنه عشان كده مبيبقاش فيها طينه ولا حاجه. طبعا كده خلصت بقى الدقيق الغله بتاعتي هزيتها كلها وعبيتها في الشكاير. وطبعا احنا بقينا في وقت الغروب والمغرب اهوت، شايفين الغروب وجماله بقى ما شاء الله. طبعا انا هسيبها كده بقى، هتنزل تروح مكنة الطحين، وان شاء الله اوريها لكم وهي طحين، واوريلكم ازاي ان انا بخزن الدقيق. مجهزه لكم الفيديو والله، بس ده لازم ينزل الاول، بعد كده الفيديو التاني. شايفين بقى الغروب. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة منوعات ام حبيبه كامل. هسيبكم مع الغروب. شايفين الجمال، القمر هناك اهو يا جماعه. سبحان الله ما شاء الله تبارك الرحمن.